غرفة. قالت له: يا أبو فلان. قال: نعم. قالت: أنت مسافر تبع العمل ولا مسافر شهر عسل؟ يعني رايح أنت متزوج في الحقيقة. فالرجال أسقط في يده، قال لها: لا، ما تزوجت. قالت: إلا أنت متزوج، أنت متزوج فلانة بنت فلان الفلاني، تراها دكتورة عندنا في المستشفى. طلعت دكتورة في نفس المستشفى، الدكتورة في نفس المستشفى، وتراها ناشرة الخبر في المستشفى عند زميلاتنا أنها تزوجتك فلان بن فلان فلاني، والوحيدة اللي ما قالت لها أنا، لكنها نشرت الخبر حتى يصلني. قال: طيب. قالت: شف، اسمع، أنت رجال ما عيب عليك شيء، أنت رجال كفو ونعم، والله ما شفت منك إلا كل خير، وحياتي معك حياة سعيدة والله الحمد لله.